السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة. النهاردة هنعمل أسهل وأبسط طريقة للجلاش بالكنافة، طريقة مميزة جدا. ومن أسرع طرق عمايل الجلاش بالكنافة هي الطريقة دي. هتعمليها وهتطلع معاكي ناجحة جدا. الجلاش مورق والحشوة متماسكة في قلب الجلاش، وهقول لكم على طريقة التسوية والشربات المظبوط للجلاش. يلا يا اجمل واحلى متابعين، اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش اللايكات والاشتراك في القناه. وصلوا لي الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، وشكرا على كل اشتراك في القناه. نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف اول طريقه لعمل الجلاش الجميل ده. عندي كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، والمقدار السكر قد المية، بنفس الكوباية اللي انا عايرت السكر عايرت بيها المية. وهنزل عليهم بنص عصرة من الليمون، وبعد ما عصرت الليمون هنزل عليهم بمعلقة من عسل الجلوكوز، موجود عند اي محلات الحلوانية. هنحط عليه معلقة وهنقلب كله. ده عسل الجلوكوز هيسيح مع ايه لما ارفعه على النار مع السكر. وبعد ما نغلي الشربات ده مدة 6 دقايق هنطفي عليه، وخلاص كده جهز معانا الشربات. هنبدأ ده. هنا معايا حوالي 350 جرام من الايه الكنافة، انا مفرزاها ومقطعاها كده زي ما انتوا شايفينها. وهنا معايا المكسرات بتاعتي، عندي الفول المحمص الحلواني انا فرماه في الكبة. هناخد الكمية اللي احنا عايزينها. وهنا معايا لفتين من الجلاش. ويلا نبدأ طريقتنا لعمل الجلاش بايه بالكنافة. اول حاجة هنا على النار انا هجيب طاسة حتى فيها معلقتين من السمنة، اي نوع سمنة انت مفضلاه حطيه، بس انا بحب ايه السمنة البلدي للحلويات. الحلويات الشرقية بتحب السمنة البلدي. وهقلب كله ده. انا مش هحمرها قوي، انا عايزاها اللون الذهبي الجميل للكنافة. ونقلب تقليب مستمر لحد ما عطانا اللون الذهبي الجميل ده. وهنزل في بولة بايه كمية الكنافة اللي انا حمرتها، وهنضيف عليها بقى حبة من ايه الفول السوداني، اي مكسرات عندك حباها وحطيها، ومعلقتين من جوز الهند. وبعد كده هحط عليهم معلقتين من الشربات اللي انا عاملاه التقيل ده. حطيت الشربات ده على الحشوة بتاعتي عشان تديها تماسك في قلب الجلاش. وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها. وبعد ما خلاص جهزت الحشوة بتاعتنا، يلا هنشوف هنعمل ايه. هنا عندي الصاج، هنزل فيه بمعلقتين من السمنة، وهدهن الصاج كله بالايه بالسمنة دي. وخلاص كده دهنت الصاج. هنا بقى عندي الجلاش، هجيب ورقة ورقة وهدهنها بالمادة الدهنية دي، ندهنها بالسمنة. خلاص كده بعد ما احنا حطينا الورقة الاولانية هنبدأ نحط الورقة التانية، وكل ورقة هندهنها بالمادة الدهنية دي. نحط السمنة عليها ونوزع السمنة على الجلاش. وهنبدأ نحط الورقة التالتة. الطريقة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا، هتقدري تعمليها على طول. احنا بندهن السمنة دي في كل الورقات لان ده هي اللي هتديني التوريقة بتاع الجلاش، عشان ما يطلعش معانا معضم وناشف، لا هيطلع مورق وجميل. وهبدأ بقى ايه احط الورقة الرابعة. انا بحط 4 ايه، هنحط 5 ورقات من الايه الجلاش. 5 ورقة انا كده حطيتها، مش هدهنها خلاص. وهنزل عليها بالكنافة اللي انا عاملاها وحط عليها المكسرات. هسيب 5 سنتي من ايه اول الجلاش، وهبدأ اوزع الحشوة بتاعتي على الجلاش. وهنسويها علشان كل ايه الجلاش ياخد من الحشوة الجميلة دي. خلاص كده احنا وزعنا الحشوة بتاعتنا. هبدأ بقى اجيب ال5 سنتي اللي انا ايه سايباها، وهنلف الجلاش بتاعنا بالطريقة السهلة دي.
شايفين؟ ولا اسهل ولا ابسط من كده. خلاص بسم الله ما شاء الله جهزت معانا. هنحطها بقى ايه في الصاج بتاعنا. ولو ما عندكيش صاج يا حبيبتي، اي صينيه المربعه دي هاتي صينيه واعمليها برضو بنفس الطريقه دي، هيطلع برضو معاكي جميله جدا. وهبدأ بقى نحط ورق ورق زي ما انتوا شايفين، وهندهن برضو بالسمنة علشان يطلع معانا مورق وجميل. وبعد كده هجيب الحشوة بتاعتي، اسيب 5 سنتي، وهنبدأ نوزع الكنافة بتاعتي بالمكسرات، وهنسويها كده ونخلي الجلاش بتاعنا كله بالكنافة. وهجيب ال5 سنتي وهلف برضو الجلاش بتاعي بالطريقة دي. تمام كده. وهنخلص الكمية بتاعتنا بالطريقة السهلة دي. وخلاص بعد ما خلصت الكمية بتاعتي هبدأ بقى نقطع الجلاش. الطريقة برضو طريقة التقطيع سهلة جدا. هنقطع الجلاش بالسكينة، بحرف السكينة هنقطع 7 و8، وهنوصل كده 7 و8. والتقطيع سهل وبسيط وهيديكي شكل جمالي للجلاش. اعمليها بالطريقة دي هتشرفك في عزوماتك وعلى سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. شايفين الطريقة؟ ولا اروع ولا اجمل من كده. ولو وصلت معايا يا حبايبي لحد التقطيع، ما تنسونيش في اللايكات والاشتراك في القناة. وصلوا لي الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. وخلاص كده احنا بعد ما قطعنا الجلاش بتاعنا بالطريقة دي، انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هحطه على الرف الاوسط في الفرن. بعد ما خلاص قطعنا هبدأ بقى ادهنه بالسمنة كده بسيط عشان يدينا اللون الذهبي الجميل اللي احنا شفناه في اول الفيديو. خلاص وزعنا السمنة على الجلاش. يلا انا مسخنة الفرن، هندخله في الفرن. بعد كده ما دخلته في الفرن هيطلع بقى بالجمال والحلاوة دي. ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله. انا ما ولعتش الشواية، انا حطاه على الرف اللي في النص وهيحمر من فوق ومن تحت. هزقيه بقى بالشربات اللي انا عاملاه في اول الفيديو. شايفين الجلاش بتاعي بيشرب الشربات ازاي؟ وهيطلع جميل معاكي. بعد ما سقيناه كل كده وزعي الشربات او السيرب على الجلاش بتاعك لحد ما يشرب الشربات. وهي الكمية اللي انا عملتها دي مناسبة على على الجلاش بتاعك. ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله. وقدميه وبالهنا والشفا. يلا يا اجمل واحلى متابعين، اسيبكم في رعاية الله واستنوني فيديوهات كتير.